اسمع برشا عباد يقولوا لي يسالوني يقولوا لي كيفاش تعرفت على غزلان. اني مشيت لتونس، قعدت برشا في تونس، قعدت قرابة شهر ونص ولا شهرين هكاك. كي رجعت ما في باليش اللي غزلان دخلت تخدم في الصالون. كي رجعت حسيت روحي اللي اني ما كان تخدم معايا وحده بطلت، من بعدها نلقى غزلان، نلقى وحده اخرى ما كملت غزلان معايا في الصالون، وكنا ما نطيقوش بعضنا. قلت هي تعمل لي هكا نعمل لها هكا، هي تكحلي وانا نكحلو، ديما نتلكشوا على بعض. تقول تتلكشوا باش يفهموني ديما، يعني حتى واحده فينا ما هي قابله الثانيه، لان بجوجنا ابراج ترابيه. انت انا ثور وانت عذراء، يعني عنيدين وما كنتقبلوش الشخص بسرعه. عندنا مشكل ما نتقبلوش اي واحد بسرعه. ولا راهو ريتو هي تقوليش السلام اني نشعل، هي تقول لي السلام، اني نقول لها السلام هي تشعل. اثنين بننتظروا في حاجه باش نتعاركوا، باش تصير فما عركه ما بيناتنا. قداش مره تعاركنا ونوصل اني نبكي ويدو تعيط، وهي غزلان اذا كان نطقت سيد كلمه تولي تعيط واني عندي قداش اني برسمي عندي فوبيا من العياط. ما نجمش نسمع حد قاعد يعيط وما نبكيش والله. يعيط زعما يصيح معناها اي يغوت. المهم من بعدها بشويه لانه صحاب في البركونه، خرجنا للبركونه اني قاعده نتعشى وغزلان قاعده. درا شنو موضوع بدينا نحكيو فيه، فما موضوع قعدنا نحكيو فيه، نحكيو طب بعد ولا نقولوا السلام بعضياتنا. بعدها من غدوة اني نقول لها سلام، هي تقول لي سلام. بعدها بشويه صارت ما بيناتنا جاست. اني وقتها نحب ناخذ حاجه، مش نقولها لها مش نحب ناخذ حاجه اما فيها برشا فلوس، وغزلان وقتها مازلنا صحابي وسخفت نحكي معها نقول لها بجهره بعتيني قعدت تقول لي هات نشوف. وقتها نمشي نقول لهم خذوا هالي راني ما عادش نحب ناخذ هاك الحاجه هذيك، راه ما عادش نجم. جاتني غزلان والله كيما نتفكرها قاعده قالت لي رؤى بعد الخدمه انه نمشيو ناخذها لك، وراهو فيها برشا فلوس راهو. انا رجعتهم لك. رجعتيهم اليوم اخر نهار باش خلصت انه 3000 يعني قريبه $1000 قريبه $1000 باش يفهموها. المفيد اما خديتها لها انا، خديتها بالتقسيط يعني على 4 شهور. من بعد ولينا اصحاب، ولينا نخرجوا، وقتها ولينا نعملوا هكا في فيديوهات. علاش انا اصلا خديت لها هذيك الحاجه؟ نقول لكم انا عندي اختي وحده في المغرب، عندي اختي وخويا، انا اكبر وحده. اختي كانت انا حنينه بزاف انا شي واحد يقول لي بغيت ديك الحاجه نقدر انا نكون باغاها من صافي نعطيها لي. هي ملي قالت لي ديك الهضره قالت لي بغيت ديك الحاجه خذوها ليا. هي تقصدنا احنا ثلاثه نتعارفوا مع بعض في الصالون، فانا جاتني بحال اختي الصغيره اللي في المغرب، يعني جاتني بحال اختي الصغيره طلبت مني شي حاجه وخصني ديك الحاجه نجيبها ليها، يعني بحال لي اجباري عليا غادي نجيب لها ديك الحاجه حيت هي بحال اختي، فهمتوا؟ صافي ما ترددتش، قلت لها صافي خلينا نساليو خدمه ونمشي نجيبوها. قالت لي قولي والله، قلت لها وقتها بوستا تقول علي درا شنو صار. اول مره تصير لي حاجه كيما هكا معناها هدف ما تعرفنيش، وقداش مره تصير حاجه من بيناتنا يعني نتشاجروا مع بعضنا، وعملت معايا جيست كيما هكا محلي على الاخر. المشكله وين؟ ليش نصحكم نصيحه؟ ممكن برشا عباد كيف اللي احنا اثنين ما نتقبلوش العباد في صعب، يعني كي نتعرفوا مثلا على طفله ما نجموش نتقبلوها في ساعه ونحكيو معاها ونوليو نضحكوا ليه. اول ما نشوفوا طفله ما نطيقوهاش وما نهضموهاش ونحسوها اللي هي شبه هكا، شبه تعمل لك، نبداو ندقوا في التفاصيل نتاعها، كيفاش تحكي، كيفاش تمشي، كيفاش تلبس، شنو وقت. هذيك هي المشكله اللي احنا فيها، اللي هي صارت هي عندها الطبيعه هذه واني عندي الطبيعه هذه، يعني كي تعرفنا على بعضنا صرت قنبله. هذا هو كيفاش تعرفت على غزلان. وبرشا عباد راني كي اول ما نعرفهم يكونوا لا نطيقهم ولا يطيقوني. راهو كيف الخدمه ديالنا كتبغي ان الانسان يكون متحد باش العمل كينجح، هي تكملني وانا نكملها. شي حاجه ما عرفتش توريها ليا
حاجه ما عرفتهاش هي نوريها لها. الكاميرا يا غزلان والله كانت خطت لما تتفحم انت والله. اغزر 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 كشالة حمراء والله والله يا غزلان 300 درهم تتفحم من جيبك. واني تعرفوا شنو هي المشكله الاساسيه اللي خلتني اني من لون منطقياش غزلان؟ لي اني قبل ما نسافر كل شيء كتبته باسمي. يعني السشوار كتبه فيه الاسم واللقب، الشريول هذاك اللي يحط فيه المقوسه والبروس كتبته باسمي حتى فيه ورقه. واني كي دخلت من قال استعمل في سشواري وصابرين عرفتي تقول لها هذاك راهو سشوار رؤيه راهو هذيك نتاع رؤيه. تقول لها غزلان ايه حال بحال حال بحال صافي انا عاوتاني عنيده. حال بحال انا مشكلتي ما تجيش تقولي لي هذيك الحاجه حطيها ولا مستحيل كندير الضد ديالها. انا جيني غير السياسه نلقى كل حاجه مكتوب فيها رؤيه عند غزلان ونمشي نفك الشريول نفك في القصه. توا عندي زوز سشوارات باسمي غزلان. اعطي له اي